نعم، شكرًا لِك، وقيل طوّلنا عليك، ما كاينش فشكرًا مشكل. لِك على السفر. هو كيما قلتِ راه الاختلاف اللي ولا كيكون في النقاشات وفي الأفكار، أنا كنشوفه صحّي، لأن المجتمعات المتطورة هي اللي كتكون فيها الاختلاف، أما أن يكون واحد النسق واحد ما غاديش ينتج لك أفكار وما غاديش ينتج لك تطور تاع الدولة. بصح هو الاختلاف ما منوش الهروب يعني ولا واقع ديال أي مجتمع معاصر اليوم. ما نعم، بقاش الناس كتفكّر بنفس الطريقة. الناس لا من خلال الانتماء ديالها لطبقة اجتماعية معيّنة أو لمنطقة وثقافة معيّنة، كتلقاهم دائمًا مفتوح قدّامهم واحد السوبر مارشي ديال الإيديولوجيات والأفكار، وعندهم حتى هُما واحد التحوّل في حياتهم. يعني نفس الشخص كتلقاه عنده واحد المعتقد، واحد الأفكار معيّنة في واحد الفترة من الحياة ديالو، كدوز واحد 10 سنين كتعاود تلاقى معاه كتلقاه غيّر العديد من القناعات ديالو، وهذا الشيء فعلًا صحّي ولا نعم، مفر منه، لأن هاد الشيء اللي كاين الناس كتغيّر وكتغيّر راسها، غير خصنا رغم ذلك في نظري نشوفوا كيفاش نعاودوا نجددوا هاد الروابط اللي كتجمعنا كمغاربة. هذه أنا كنشوفها مسألة مهمة، لأن مع كامل الأسف بعض الأحيان كتضيع، كتبدا تشوف اللي كيفرّق أكثر من اللي كيجمع، وكتولي نعم، كتركّز على دوك التفاهات والمسائل اللي متعلقة بالحريات الشخصية ديال الأفراد واللي ما تقدرش تأثّر عليها بغيتي ولا كرهتي، ولكن كاع داك الشيء اللي كبير وكيجمع كنخلّيوه هنا فين صراحةً لا المؤسسات ديال الدولة ولا المجتمع المدني يقدر يقوم بواحد الدور كبير. وأنا في نظري خصنا نتصالحوا مع العنصر الأمازيغي فينا كاملين. أنا هذه الهوية زعما كنقولها ديالنا. لأ نعم، صراحةً، لأن هذه أنا كنقول يعني وهذه قناعة أكاديمية عندي خارقة لينا واحد السكيزوفرينيا كمغاربة، لأنك ما حنا عرب، ما حنا هادي، وفي آخر المطاف ملي كتدرس التاريخ الأمازيغي والمجتمع الأمازيغي وكتشوف يعني هاد الجمال والجمالية اللي فيه، كتشوفه دائمًا يعني عبر الزمن كان دائمًا مجتمع منفتح على الغير، مجتمع يعني ما عندوش مشكل يندمج في ثقافات أخرين وياخد من ثقافات أخرين دون يعني الذوبان في الغير، كيبقى دائمًا محافظ على واحد الطابع ديالو، وهذه يعني من الروائع ديال هاد المجتمعات الأمازيغية عامةً وخصوصًا في المغرب. أن هاد المغاربة رغم كاع هاد الناس اللي غيجيو للمغرب، لا من الرومان والفينيقيين قبل منهم و ولي فيزيغوت والعرب والفرنساويين والبرتغاليين والإسبان، المغاربة دائمًا قدروا هاد الأمازيغ يحافظوا على واحد الهوية أمازيغية وعلى اللغة ديالهم اللي هي مهمة. لأن بزاف ديال الحوايج كتمر كذلك عبر اللغة، قدروا يحافظوا عليها وهذه مسألة كتجمع ماشي كتفرّق، وخص يتعاد فيها النظر وخص الواحد يتصالح صراحةً مع هذه الهوية الأمازيغية، ونعاودوا نغيّروا هذيك السردية اللي عندنا في المغرب، ديال باقي العديد من جُل التاريخ المغربي مكتوب من بإيديولوجية ماشي عربية، عروبية، عروبية معاصرة، اللي جاية من الشرق واللي كتجعلنا دائما تابعين ومستهلكين، ومع العلم ان احنا دائما كنا مستقلين لا سياسيا لا ثقافيا ولا عقائديا. والمغرب كتلقاه في العديد من الاحيان حتى من ناحيه الدين المغاربه صدروا الدين اكثر مما استوردوه، لا من ناحيه نعم، التصوف لا من ناحيه الفقه المالكي لا من ناحيه يعني اي حاجه بغيتيها ملي كتقرا هذوك ادب الرحلات المغربيه. المغاربه راه داكشي اللي صدروه للمشرق اكثر من اللي جابوا معاهم من المشرق، غير تخلقات فينا هذه العقده ديال اننا ناقصين واننا خصنا نبقاو دائما نشوفوا الاخرين وكذا كذا. وهذه من المسائل ربما اللي تقدر تصالحنا. انا كنقول ان هاد أنا اسمحي كنقول لي. واقيلا خاصنا الثقة شوية في النفس، وأننا نتصالحوا مع الهوية كما قلتِ، ونتصالحوا معاها، وأننا نشوفوا بنظرتنا للأشياء اللي عندنا، ماشي دائمًا
أننا كنشوفوا الآخر، كناخدوا رؤية الآخر كما قلتِ، يعني اللي مشى لتما كيجيب ديك الرؤية اللي مشى مثلًا المشرق مثلًا على الفاتي وغيرهم، كيجيبوا ديك النظرة ديال المشرق وكيبغيو يطبقوها في المغرب، كأن عندهم استيلاء هوياتي، يعني دائمًا تبعية للآخر. حتى هذا الإشكال كان في الدراسة ديال التاريخ، أننا ملي كنبغيو ندرسوا تاريخ المغرب دائمًا يا إما كندرسوه بأننا جزء من الآخر، يعني مهم. جزء من العرب من المشرق أو جزء من الرومان، ما كندرسوش بأننا تاريخنا راه عندنا تاريخنا اللي هو مرتبط بإفريقيا، بشمال إفريقيا، بالجغرافيا ديال الأرض ديالك، فهذا يمكن هذا هو المعضلة ديال المغرب. أنا متفق معك. الطبيعة ديال المغرب كونت الشخصية المغربية، والشخصية المغربية أثرت يعني ماشي في شمال إفريقيا بأكمله، بل في البحر الأبيض المتوسط في هذا المجال هذا كامل، يعني حتى وهذا الشيء من المسائل اللي دابا المغرب ولا كينتبه لها، لأن أنا صراحة كنشوف زعما هاد القيادات السياسية اللي ولات عندنا في المغرب دابا في هاد السنين الأخرى عندهم واحد الرؤية بعيدة المدى اللي ما كانتش شحال هادي، لا من ناحية هاد البعد الإفريقي ديال المغرب نعم، رجاء اللي الممكن لأننا كنا سجناء لمدة طويلة في هذه الفكرة ديال حنا خصنا نبقاو مع العرب، نعم، مع العلم أننا عندنا بزاف ديال الناس اللي كيبغيونا وكنبغيوهم في القارة الإفريقية، اللي عندنا معاهم العديد من المسائل اللي كتربطنا بهم وكتربطهم بينا، واللي فهمتي العلاقات معاهم ممتازة، ولكن ما كناش مستغلينهم. ودابا ملي كتستغلوها كتشوف واحد الإشعاع ثقافي واقتصادي ديال المغرب في إفريقيا، لدرجة أن المغرب عوض فرنسا في بزاف ديال في بزاف ديال الدول اللي كانت تابعه لفرنسا شحال هذه. والمساله الجديده وهذه ربما كذلك المؤسسات المغربيه راه بدات كتشتغل عليها، البعد الجنوب اوروبي ديال المغرب، المساله ديال هذا المونديال هذا اللي جاي مع اسبانيا والبرتغال، انا هذه انتبهت لها، يعني قريتها حتى من الناحيه التاريخيه والسياسيه ماشي غير الكره، ان في اخر المطاف الناس اللي تحاربنا معاهم عبر التاريخ الاكثر هما الاسبان والبرتغال، احتلونا واحتليناهم. والا بغيتي ترجع كاع بعيد قبل من هذا الشيء كله كتلقى هذا العنصر الايبيري والعنصر الشمال الافريقي حتى من ناحيه لا دي ان ديالهم قراب لبعضياتهم بزاف، هذا راه كلام اخر. يعني كاين العديد من الروابط مع هذه الدول ديال جنوب اوروبا اللي كان في العديد يعني يعني واحد المرحله طويله كان العائق اللي عندنا وهذه المساله ديال لا حنا عرب وحنا ما بغيناش نديروا الا غير مع عرب. ملي كتبدا تحرر من بحال هذا الشيء وكتعانق الهويه الامازيغيه ديالك، كتولي عندك واحد الثقه في النفس، كتقدر تنفتح على البعد الافريقي ديالك ولا حتى على البعد الاوروبي، انك تقدر تخدم مع الاسبان وتبني معاهم هذاك التونيل اللي كيبنيو دابا تحت البحر الابيض المتوسط. كاين هذا المشروع هذا اللي باغي يدار، ولا تنظم مسائل مع البرتغال والعديد من الاشياء باغا تقدر ما دار، لانه كلها متعلقه بشنو هي السرديه، اشنا هي الروايه اللي كتروي لنفسك على التاريخ ديالك. الا عطيتي واحد السرديه اللي هي كتساعدك انت كفرد في المجتمع المغربي تنفتح على الاخر، راك غادي تنفتح على الاخر. والا عطيناك واحد السرديه ديال انه كلهم هادو اعداء وكلهم كفار وكلهم كذا، راه صافي كتبقى دائما مسدود عليك ومن غالق ومنعزل على نفسك. وهذه غلطه وقعنا فيها لمده طويله، ولكن الناس بدات كتنتبه لهذه المسائل في الفهم ديالي. شكرا لك أستاذ مهدي على هذا اللقاء الجميل، وأكيد كما قلتي راه عبر التاريخ قوة المغرب هي في الانفتاح ديالو على إفريقيا، كل ما كان انفتاحه على إفريقيا كل ما كان قوي عبر التاريخ، وإلا بعد على المحيط الإفريقي ديالو كيضعف، يعني دائما كانت هاد التيمة التاريخية اللي كتربط المغرب بالمحيط ديالو الإفريقي. فشكرا لك أستاذ المهدي.